أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى حبيباتي مشتركاتي الغاليات متتبعي قناة أم المهدي، اليوم جبت لكم هذه القندورة اللي طلبتوها مني يعني بكثرة. القندورة ديك القرونة تاع الفولة اللي مخدومة بالقالون تاع الفولة. اليوم اتأخرت لأنه ما عنديش طلبية، لهذا يعني خليتها لأوانها. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راني رايحة نخدم لكم هذه القندورة، لكن في تاي دبل اكس ال رايحة نعطيكم يعني ولو يعني هكذا يعني كما احنا نقولوا تلميحات. طبعا شوفوا القماش انا عندي هنايا 2 متر ادمي، والأورغانزا جبت حوالي متر ثاني. دوك ندير لكم يعني طريقه كيفاش نخدموا هذيك الفوله نعاودها لكم. حبيباتي هنا نحيت حوالي 25 الى 23 سنتيمتر، يعني حق الاكمام او حق لو كاري هذاك اللي يجي من فوق. اذا ثنيت القماش تاعي، شوفوا القماش راه مطوي، شوفوا السفيفه من فوق وشوفوا السفيفه يعني من تحت، راه جاي بالعرض. طبقته على 4. بعد ذلك بعد ما طبقته خليت هنايا هذا الظهر، هذه التحتانيه الظهر خليت حوالي 1 سنتيمتر او 1.5 سنتيمتر، يعني تقدري حتى 2 سنتيمترات هنا بالنسبة للظهر، وهذه الجهة الأمامية. إذن قسمت الجسم تاع السيدة هذه، بما أنها عندها شوية يعني خشينة وعندها اون فورت بواترين وعندها يعني الدوارة، مانيش حابة ندير لها لي بانس. هنا درت هذا عرض الكتفين عندها 20 سنتيمتر، وهنا هبطت بحوالي 22 يعني تكفيني، لاني راح ندير المونش تاع المريوحه باش ما يكونليش عريان بزاف. يعني نورمالمون ندير عندي من 25 حتى 30 سنتيمتر، عندي حتى 30 سنتيمتر باش تجيها فضفاضه ومريحه. هذه تاع المونش تاع الكورباي ما تجيش الفتحه مفتوحه، هي ما تعودش عريانه. راح ندير مبدئيا راح نهبط ب 22 الى 23 سنتيمتر، ونشوف اذا عرفت باللي راح تجيني منها مفتوحه بزاف، طبعا راح نقدر نقص شويه هكذا. قلت قسمت الجسم 21 هنا لو تور دو بواترين، وهنايا لو تور دو تاي، وهنايا لو تور دو انش. هنا مادامني راح نديرها ايفازي ما سمى ما يهمونيش لي اونش، راح يهمني محيط الخصر او لو تور دو تاي. هذا لي شوفوا 34 68 في الزوج، 68 في 2 راح تطلع واحد 100 وزياده، يعني 100 واكثر بالنسبه للمحيط تاع الخصر. شوفوا كما قلنا ندير نرسمو خط هكذا وهكذا، خط. بعد هنا في الزاويه ندخلوا بحوالي 3 سنتيمتر ونديروا هذيك القوس باش نديروا حردة الإبط. إذا عزيزاتي راح نقطع القماش وراح نوريكم باقي التفاصيل. شوفوا هنايا بعد ما قمت بالتقطيع تاع الفستان، شوفوا بتقطيع الفستان. شوفوا نسيت هنا نقول لكم خلوا حوالي 3 لحمات هنا نقص هكذا باش الروه ما تكونليش مجنح. لا كولور هذه لورغانزا، هذا قماش لورغانزا يبري. ها شوفوا راح استعمل معاها الغاز
راح نستعمل ايضا ستراس، راني مازلت ما شريتوش. شوفوا الطريقه اللي نغسل بها، نحي الزايده هذه وندير، شوف 7 تكفي، لو 7 سنتيمتر تكفي. شوفوا واحد 7 سنتيمتر، ديروا قطعه 7 سنتيمتر ونقصوا. هنايا دوك نبداو نفصلوا المريوحات. المريوحات راح ندير، شوفوا ندير واحد حوالي 20 سنتيمتر نظن تكفي. 20 سنتيمتر المريوحات راح ندير الطول 20 سنتيمتر. على هنا راه قماش مثني، 20 على 18. راه واضح، نظن واضح الخط. هنا نوصلو بشكل دائري. هنا نحتاج هنايا باش ندوبل شوفوا نحتاج واحد القطع هنايا. نبطن بهم لي مونش، هادو القطع نبطن بهم لي مونش. يعني ننصحكم بهذا الموديل، يعني حلو ورائع رائع. شوفوا كيفاش نخليه هكذا، معليش باسكو نحب الزياده ديما، باسكو في يجي منحى. شوفوا نعدل القطعه عفوا باش يعودوا كاع قد هادو. بعد نوريكم هذه تعليم واش تبطينه. هذه كل مونش درتو وحده. هذه وراها، هذه راح تجي من بعد تجي هكا، تجي هكا. هنا يجي جوج الكركاو تجي من هذه الجهه، وهنايا ثاني راه من بعد ثاني تنقص منه ومن هي، راح يتحصلوا على الشكل المطلوب. هنا هذو لي مونش صاي. شوفوا هذو الشرائط اللي قصيناهم، تخيطوهم هكذا في بعض، تخيطوهم هكا كيما هكذا، ديروا خياطه وتقصوا داك الزايد بالمقص. تكملوا باقي الشرائط، من بعد ديري هذه الطريقه ثاني باش تجيك ساهله، باسكو لوركونزا تتزلق شويه. تشديهم هكذا، ديري كيما هكذا تفني، تخيطي هنايا، ديري خياط. شوفوا على واش نتحصلوا كيما هاك نشوفوا. ها تحصلوا على هذا الشريط. شوفوا نبداو على بركه الله. راح نوريكم يعني نورمالمون اللي درت لكم فيديو. شوفوا هاي قطعه مثنيه بركه الله. انا سبق ودرت لكم فيديو كيفاش تخدموها. شوف دائما هكذا الصباع يطلع. شوف نفس الشيء. ها وش رايكم؟ واضحه؟ راح نكمل بهذه الطريقه، نخدم الشريط كامل. نورمالمون يعني قلت لكم ندير سوجي، تفكرت بلي راه كلش راح يجي داخلاني، يعني سي با لا بين باش نستعمل السرفله. راح نقص برك فقط. شوفوا راح نقص هذاك الزايد، نخلو 1 سنتيمتر. شوفوا بهذه الطريقه نقطع كامل تكه. شوفوا هنايا بالنسبه للتركيب تاع الستر هذاك الكول. شوفوا راكم تشوفوا هنايا، شوفوا هذه شوفوا هذا اللي فصلناه المره الاولى. شوفوا شفتوا فصلت عليه هذيك شغل بطان. هذا الكول البراني تاع الكاري هذا. تجيبوا هذه الفوله تركبوها. تسمى المقطع هذا اللي ما درتوش، تعقبوا سير. شوفوا يعني ماهيش خدمه لي كبيره. تعقبوها كامل. شوف
ساير داير. بعدها نجيبو نركب هذه، نركب باش نخيطها نبطنها ونكرونتي منا ومنا باش نقلب. بعدها نقلب، كي نقلب راح نقلبها بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش كي نقلب راح يكون مبطن وراح يتقلب لهنايا، راح يعود بهذه الطريقه. شوف راح يعود بهذه الطريقه يعني كامل. شوفوا راح نبدا معاكم، ركزوا معايا مليح. شوفوا نديروا هذا يجي بهذه الطريقه العكس هكذا، ركزوا فيها زين باش ما تغلطوش. هكذا، وهذا من الجهه هذه. فوالا، بسم الله، نبداو على بركه الله. بسم الله. شوفوا عزيزاتي، بعد ما كملت ساير داير على الرقبه على هذاك الكاري. شوفوا دوكا نواسي لي كوا بالمقص هكذا باش يدوروا، ما يديرولناش داك التعجار او التكميشه. ومن بعدين راح نقلب. شوفوا كي نقلب، شوفوا كيف الطريقه اللي راح شوف هكذا. هنا هاني ركبت بنفس الطريقه، ركبت الظهر. شوفوا ركبت سوتاج ساير داير. دوك لصقوا في المريكم كيفاش لصقوا في الفلقه. وهذونا لي مونش خدمت هذا الفوله وهاني قلبت. شوفوا درت السوجي بالماكينه. ها الان ندير خياطه من اعلى. دوك نلصق الستراس باسكو كي تلصقي الستراس قبل الخياطه حيكون افضل، يعني يجيك ساهل. اذا راح ندير خياطه. انتبهت باسكو غادي نمشي ندوها بالمزيان ولا الكمكات. لا حنا لا واحد مع بالستراس. نكمل الكم الثاني بنفس الطريقه. راكم تشوفوا. ها شوفي، شوفوا ثبتوا. نزيد ندير نفس الطريقه للكم الاخر باش ما نضيعوش الوقت. الان نجيب الجهه الخلفيه، راح نوريكم لانه بين يعني الفيديو ما كملش. شوفوا حبيباتي، انا قلت لكم لا تاي دوبل اكس ال حتى ل 3 اكس ال. قلت لكم ولاتي عندها اون فورت بواترين. شوفوا شفتوا كيفاش درتو. انا قبيل كنت مبطن فيه والتصوير ما كانش التليفون يصور. الان شوفوا هاني قلبتها ها وضربتها تحديده. ندير نفس الشيء بالنسبه للظهر، ومن بعد راح نوريكم كيفاش نركبوه. شوفوا الجهه تاع راح نوريكم هذا الخلف. طبعا بعد ما شوفوا بعد ما درت سرفله الجهه الخلفيه. شوفوا هاي وراها. شوفوا درت سرفله ويعني ولصقت الفلقتين مع بعض. الان نركب بسم الله. نقول لكم كيفاش نركبوه. نعلم الوسط طبعا هكذا. هذا المنتصف ندير بهذه الطريقه هكذا. شوفوا هكذا ونديروا خياطه. علاش؟ باش كي نقلبوا. شوفوا كي نقلبوا كي ندير خياطه هكذا اسهل. ياسن نخدموها مع بعض احسن. بسم الله. طبعا بعد ما نكملوا هذه طبعا الجهه الخلفيه راح نخدموها يعني بنفس الطريقه كما الجهه الاماميه. راح نكملوا يعني نخيطوها ساير داير. وهذه يعني زدت شويه لانه جت يعني طالعه، حبيت يعني غورت فيها. وبعد ما نكملها طبعا نقصوا هذيك وين هبطت وين زدت فتحت، نقصها بالمقص وندير فتحات يعني في ليكوان باش ما يجينيش معكم مكمشه او معجره كما احنا نقولوا باللغه تاعنا. نقلبوها نحددها ونديروا خياطه يعني نثبتوها من فوق. شوفوا هذا الجهه يعني بعد ما جهزتها وركبت لها ستراس يعني جات من اروع ما يكون. شوفوا هذوك لي مونش يعني جاو ثاني تحفه تحفه
تحفة. يعني عزيزاتي نتمنى أن يسمحوا لي، يعني الفيديو جا شوية موش واضح، لأنه يعني راحوا لي مقاطع. نتمنى الموديل قد نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.